السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا معايا في الصوره غادي نحضر معكم اليوم التقليه ديال البقري بالطريقه ديالي الخاصه. المهم هنا كما كتشوفوا معايا هزيت التقليه ونقيتها مزيان وغسلتها بالحامض والخل مزيان باش تحيد فيها ريحه الزفوريه كما كتشوفوا. وهنا عندي العطريه الكمون، وعندي الابزار، وعندي الحرقوم البلدي، وعندي ضويمه الزعفران والفلفل السوداني وسكنجبير وشويه د الملح. وهنا في الكوكوط هزيت التقليه ودرت عليها الزيت البلديه ودرت العطريه كلها. ومن بعد غادي ندير ضويمه ديال الزعفران ايديال. وفي طبسيل اخر هزيت درت الحامض المصير ومعلقه السمن الحي وجوج فصوص ديال الثومه مقطعين قطع رقاق. كما كتشوفوا معايا غادي نزيد الثوم والحامض المصير والسمن، ومن بعد شلطت البصله مع القزبور وغادي نضيفها العطريه والتقليه ديالي كما كتشوفوا معايا. وغادي نخلط كل شيء باش يشرب ليا ديك العطريه، وغادي نخليها تشحر ليا مزيان فوق البوطه على نار مهيله بزاف كما كتشوفوا معايا. هنا راه كنخليها تقلى شويه باش تشحر ليا، عاد من بعد نضيف ليها 2 كيسان كبار ديال الماء، حيت صراحه كتبان ليا صغيره ودغيا غادي طيب ليا. المهم كما كتشوفوا معايا هنا غادي نخليها تشحر ليا مزيان تقريبا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. ومن بعد ندير ليها الماء ونسد عليها الكوكوط كما كتشوفوا معايا. كما كتشوفوا معايا هنا راه طابت. كما كتشوفوا الختوريه ديال المرقه ديالها كي كتجي معلكه وزوينه. غادي نخليها مازال واحد شويه حتى تغمر ليا المرقه ديالها كما كتشوفوا. ومن بعد كنضيف الزيتون كما كتشوفوا معايا، الزيتون البلدي. صراحه الزيتون البلدي احسن حاجه ممكن تضيفوه. من بعد كنضيف الحامض المصير وواحد الفلفله حاره. ومن بعد هنا ها هي وجدات، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وشكرا الى الشهي والمقبله ان شاء الله.